فبيسألوا العالم بتاعهم اللي في الجامع بتاعهم: انت اصبحت غني ازاي؟ قال: انا هحكي لكم حكايتي، والحكاية هنستفيد منها حاجتين. هنستفيد منها الدرس الاول: من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. هذا الدرس الاول. والامر الثاني: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فبيقول الرجل كده العالم الجليل بتاع الحنابلة، قال: ذهبت إلى بيت الله الحرام للحج وذهب مني متاعي ومالي، لا عندي فلوس ولا عندي أكل. طبعا ما كانش فيه فنادق يا أخوانا زمان، كان نظام الخيمة، ينصب الخيمة ويقعد فيها. وجعت جوعا شديدا وطلبت الطعام والشراب فلم أجد. قال: وبينما أنا ذاهب إلى المسجد وبيت الله الحرام عند الكعبة وجدت كيسا من حرير مربوط بخيط من حرير، فأخذته وفتحته فوجدت فيه عقدا من اللؤلؤ، فقلت: هذا يغنيني، هذا يغنيني. وذهبت إلى خيمتي وعددت عدد حبات اللؤلؤ، عرفت كم حباية في العقد دوات، واكتفيت بما رزقني الله عز وجل به. ثم توجهت مرة أخرى إلى بيت الله الحرام فوجدت رجلا ينادي: هل هناك من وجد كيسي؟ فإن من وجده سأعطيه عطية وهي 500 دينار. الكيس بتاعه وقع يا اخوانا، وعايز واحد يدهن وليه 500 جنيه. وده النهارده انت ما تندم على المحفظة فيها 6000 في الجامع ومعاك في جيبك والله لعنه خاتها. خدت بالك للأمانة؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نلقى السماعات بتاع المساجد يقول: يا عم الشيخ زي بعضه، نديله على محفظة وقع مني فيها 5000 فيها 6000، والله اللي لقاها سامع ضوء وما عايز يرجعها لصاحبها. لكن ده الراجل ده بيعلمنا درس: أدي الأمانة لمن ائتمنك، خليك راجل أمين. قال ذلك الرجل: ماذا ضاع منك أيها الرجل؟ قال: كيس. قال: تعال معي في خيمتي. راح مع الخيمة. صف لي ذلك الكيس. قال: كيس من حرير مربوط بخيط من حرير بداخله عقد من اللؤلؤ عدد حباته كذا، وإن وجدته سأعطيك 500 دينار. فالرجل قال: 500 كويس. فأعطى الرجل ذلك الكيس، وبعدين قال له: خذ 500. فتذكر الأثر الوارد: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال: لا أريد 500 دينار، مش عايز منك حاجة يا عم، خذ 500 جنيه بتاعتك. قال: والله ما هاخذ، أنا سبتها لله. الموضوع انتهى. وقضى الرجل حجه ذلك وهو في أشد حالات الجوع. ثم بعد ذلك قال: انتهينا من المناسك وجاء عيد الأضحى وأردنا الانصراف إلى بلادنا وليس معي متاع، وركبنا المركب. فيش طيارات أيام الناس دي، فيش طيارات، في مراكب. قال: فهاج البحر بنا وتلاطمت الأمواج وكسرت السفينة وغرق من غرق من الناس وذهبت أموالهم وذهبت بضائعهم وفي الكثير من الناس من مات، وتعلقت أنا بشيء من هذه السفينة إلى أن نجاني الله عز وجل إلى جزيرة. يبقى ربنا نجاه وطلع في الجزيرة. قال: فدخلت فيها وهو مبتل الثياب، فسأل رجل: ألا يوجد عندكم مسجد؟ قال: يوجد عندنا مسجد. فتوجه ناحية المسجد وخلع ملابسه وجففها ثم لبسها وجلس في المسجد يقرأ القرآن.
شوف لما تبدأ الليلة بتاع هتيجي بعد كده هيتجاوز الرجل ده، وبدأ بالقرآن، بدأ بالقرآن. نقول كلمة ولا حد يزعل يا اخوانا؟ نقول كلمة ولا حد يزعل؟ الزواج الذي يبدأ بالقرآن يكون فيه بركة، والزواج الذي يبدأ بالبنجو والحشيش والمخدرات فهو مال حرام. اللي ربنا يبارك له في ماله يجيب واحد يسمع الناس آيات قرآن، واللي ربنا يرد له في ماله يجيب جماعة من البدرمان ومن جلدة ومن المجمس ويتطوح الليل طول ويشرب المزة. هو الناس مش عارفة الحلال من الحرام ولا؟ الحلال بين والحرام بين. نتكلم مع واحد من اخواننا زيكم كده وجبنا سيرة الجماعة لما يعملوا المزة دول الحنة والخطوبة والكلام ده، زواج يحتاج الى نفقات ومصاريف وطلعين عنان ابوه عشان يجوزوا. وصاحبنا عازم الناس وجايب بتاع اللي يجوا دوات اللي هو اللديد والبوح والكلام ده وتلج وغير ذلك من السواجع. فلما قلت تصرف لها 2000 جنيه قال لي حاسب يا عم الشيخ دي تعدي 10,000 جنيه، تعدي 10,000. طب ما يجيب له هذا الجلوس يا اخي، ما يساعد يا راجل يجيب لنفسه حتى ثلاجه 10,000 جنيه عشان يسقي جماعه يتطوحوا الليل طول. حلال ولا حرام؟ يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول لك الشيخ مش ما يتكلم في الجامع. الأئمة يا أخواننا في البلد لسانهم واقف يا أخواننا حرام، ما فيش فايدة. خلاص يقول لك أبوه مش قادر يحكي ويصرف 20,000 جنيه في الليلة. طب هات بقى يا شيخ يا أخي، هات وكل للفقراء والمساكين بتوع البلد. الشاهد من هذا الكلام الرجل جلس بالمسجد يقرأ القرآن، فدخل أهل المسجد لقوا رجل ما يقرأ القرآن، ما عندهمش حد متعلم. قالوا أتقرأ القرآن؟ قال نعم. يا أخي علمنا لوجه الله. قال أنا رجل غريب مش هقعد هنا كثير. قالوا علمنا ولك الأجر. فعلمهم القليل من القرآن، وكل ما يعلم واحد سورة طلعوا له 10 جنيه واللي يديله 5 جنيه حسب ما تيسر لذلك الرجل، حتى حفظوا الكثير من كتاب الله عز وجل. وبعدين وجد صفحة من المصحف فبدأ يقرأ فيها. قالوا أنت تحسن القراءة؟ قال نعم. قالوا إذن تحسن الكتابة؟ قال نعم. قال علم أولادنا ولك عطاء عظيم. علم ولادهم الكتابة والقراية. أراد أن ينصرف قالوا أنت رجل مبارك والله لا تنصرف إلا إذا زوجناك لتكون نسيبا لنا. يا إخواننا عايز أروح بلدي. قال والله ما يمكن، لازم تتجوز. عندنا فتاة يتيمة ترك لها والدها شيء من المال، فإن أردت أن تتزوج بها فافعل، فإنها من أهل القرآن وهي صوامة قوامة، وإن كانت ليس عندها إلا القليل من المال. نتجوز على خرق الله. فلما أراد أن يدخل بها الناس اللي يزفوها له كده لبس عقد في رقبتها، فنظر فيه فإذا هو العقد الذي وجده في مكة، فبدأ ينظر في رقبتها. قالوا يا شيخ لقد كسرت بخاطرها، تنظر إلى العقد ولا تنظر إلى الفتاة. فقال الرجل والله إن هذا العقد قد وجدته في مكة وأنا في الحج. فقالوا الله أكبر ولا إله إلا الله، إن أباها قد مات، وقال من يدلني على رجل مثل الذي لقيته في مكة فهو من خير الرجال كي أزوجه ابنتي. فهي ابنته هذه. فورث العقد. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه،
فورث العقد وعاشت معه فترة من الزمن ثم ماتت فأصبح ميراثا له. قال هذا سبب من أسباب غناية الزواج الصالح للفتاة الصالحة من الرجل الصالح تؤدي في النهاية إلى أن يكون الإنسان صاحب دين وصاحب مال ويعيش في حياته في ستر من الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الليالي المباركة الليالي القرآنية وجب أن نتذاكر مثل هذه الأحاديث وهذه الآيات